طالما كانت الجياد رفيقة جيدة للإنسان، لكن عندما تغضب ابتعد عنها. إن كنت تصر على الوقوف في وجه جواد فتوقع أن يضربك. إن أردت إثارة انطباع لديه فإنك تثير حفيظته. ويندزور إنجلترا. تمر الملكة في موكب ملكي، يشق الموكب طريقه وسط الشوارع المزدحمة، لكن العريف بول يواجه مشكلة في السيطرة على جواده ريفلي. فجأة يضرب الحيوان الهائج عربة الملكة بعنف. يحاول الضابط تهدئة الجواد إلا أنه يخاف. راقبوا ثانية. يثب الجواد إلى الخلف، يكاد يرتطم بهذه السيارة، ثم يهبط فوق العريف بول. بفضل الله نجا الضابط. الدرع الفولاذي الذي كان يرتديه له دور في إنقاذه. هذا هو الدرع الذي كنت أرتديه. في البداية سقطت أرضا، وأتذكر أن الجواد كان يهبط فوقي. نجا الجواد وراكبه معا، لكن الحادث يعتبر دليلا مثيرا على ما يمكن أن يحدث عندما تخاف الحيوانات. أهلا بكم في هذا الاستعراض. ميلووكي ويسكنسون. تقوم تشكيلات من الجياد القوية بجر عربات قديمة وتعبر بها الشوارع المزدحمة لآلاف المتفرجين المبتهجين، لكن فجأة يتحول الاحتفال إلى رعب. مجموعة جياد هائجة تفك اللجام وتندفع نحو الجمهور الخائف. راقبوا ثانية كيف تبدأ الجياد بالغضب، ثم بعد ذلك تفك اللجام وتندفع نحو آلاف المواطنين الأبرياء، مدمرة كل شيء أمامها ومحطمة العربات كذلك. أخيرا ينزلق اثنان من الجياد ويسقطان، مما يضع حدا لهذا الهجوم المفاجئ. ابتعدت جولي وأطفالها مباشرة عن طريق الخيل الجامح. يمكنك سماع الصوت يقترب كهدير القطار، يعلو صوته كلما اقترب نحوك. كل شيء كان يتطاير بالهواء. تدخلت طواقم الإسعاف فورا. ارجعوا إلى الخلف. تم إخراج الأطفال من عرباتهم، لكن العديد من الكبار أصيبوا إصابات بليغة. إنها آتية ثانية. كنت زوج جولي وضع حياته في خطر. راقبوا كيف يعترض طريق الحيوانات الغاضبة ويقبض على لجامها. لا يقع اللوم على هذه الجياد، لقد تمت إخافتها وعوملت باستهتار من قبل المشاهدين المتواجدين على جانبي الطريق. كنت أراقب الناس من المرآب، وكانوا يلقون بالأشياء على هذه الجياد كالزجاج أو العلب المعدنية. كان ذلك كافيا لإثارة حفيظة الجياد الهادئة لتصبح متوحشة.